ازيكم. بدأت سوشيال ميديا من تقريبا 5 شهور. بدأت أعمل كونتنت على السوشيال ميديا، وبدأت بكل بساطة إنه أنا إيمان ودي حاجات عايزة أرغي فيها، لأني فعلا كان عندي حاجات أنا حاسة إني عايزة أرغي فيها. مش عايزة أكون بس بفكر فيها لوحدي، أو شاغلة بالي أنا بس، أو يمكن كنت حاسة إنها شاغلة بالي أنا بس، فكنت عايزة أشوف هل في حد تاني بيفكّر في نفس اللي أنا بافكّر فيه. فخلّيني أقول إن أنا إيه اللي دخّلني في الحتّة بتاعة الجواز وإن البنات بتتكسف تقول ده، أو فكرة المجتمع إزاي بيضغط على البنت، أو كلمة عانس. كل التفاصيل اللي أنا اتكلّمت فيها الشهور اللي فاتت دي، أنا مش خبيرة ولا متخصصة، فإيه اللي دخّلني في الحتّة دي؟ أنا أصلًا فنانة بارسم على الحيطان. القصة دي كلّها مش بتاعتي، سِت بتاعة مزاج وباعمل اللي باحبه. لكن في الأول وفي الآخر أنا بنت عايشة في نفس المجتمع ده، باتعرّض لنفس الضغوط ونفس المشاكل ونفس الكلمات اللي بتتقال لنا كلّنا. مرّيت بنفس التجارب الشخصية، اتخطبت، فسخت، قعدت صالونات، قعدت ترشيحات، مرّيت بنفس المشاعر بتاعة كل البنات. مرّيت كمان مش بس تجاربي أنا الشخصية اللي ممكن تكون صغيّرة أو مش كبيرة كفاية، لكن كمان تجارب أصحابي. وأنا تقريبًا عندي صحاب من جميع الأعمار، وأنا دايمًا الشخص المُقرّب لصحابي، والشخص الثقة، أو اللي بييجوا ياخدوا رأيه، أو اللي بييجوا يحكوا له تفاصيل يمكن ما بيحكوهاش لحد تاني. فالحمد لله طبعًا دي نعمة حلوة. آمم فده خلّاني مش بس باعيش تجاربي بتاعتي أنا الشخصية، أنا كمان باعيش تجارب ناس حواليّا بتفاصيلها. فعندي فباشوف الجانب اللي فيه مشاعر البنات، باشوف الجانب اللي فيه قد إيه البنت بيبقى عندها حاجات محتاجاها، أو حاجات بتعاني منها اللي حواليها مش فاهمينها، أو اللي حواليها بيضغطوها في حتّة وهي بتتكلم في حتّة تانية. يمكن ده اللي خلّاني أتكلم، ويمكن ده اللي خلّاني أحس إن أنا يمكن محظوظة إن أنا آمم، أهلي مش ضاغطين عليَّ في الجزء ده خالص. مش شخص بيتضغط من الأهل، لأ، عندي متنفّس في الحتّة دي. وكمان كان عندي الفرصة إن أنا أروح لدكتورة نفسية وأتكلّم وأحل مشاكل الماضي بتاعتي، وأعرف إيه العُقد اللي سبّبت لي إن أنا باتكسف مثلًا أعبّر عن أي حاجة ليها علاقة بالجواز، أو الجانب اللي هو بالنسبة لنا عيب وغلط وما تتكلّميش في الحاجات دي. وإحنا الحتّة دي أنا كان عندي فيها مشاكل كبيرة جدًا، والحمد لله، الحمد لله أنا فعلًا الدكتورة دي ساعدتني إن أنا مش بس اللي هو أعرف أعبّر قدّام أهلي وصحابي. أنا طلعت على السوشيال ميديا اتكلّمت في الموضوع. ففعلًا حسّيت إن واجب عليّا إنه زي ما أنا كانت عندي الفرصة دي، إنّي أكون مُتنفّس لبنات تانية، وأحسّسهم إن هو أنتِ مش لوحدِك على فكرة اللي بتعاني. أنتِ مش لوحدِك اللي حاسة بالمشاعر دي، أو مكسوفة، أو حاسة إنِّك بتحسي بيها من جواكِ وبتكلمي نفسِك بيها، بس مش قادرة تعبّري بيها لبرّه، مش قادرة تطلّعيها إلا يمكن في أضيق الحدود. ويمكن حتى لو جيتِ تعبّري بيها لحد من صحابِك اللي هي مش عندها درجة وعي كفاية، ممكن تقول لِك تتفه من مشاعرِك، أو ما تبقاش حاسة بيها، وتقول لِك يا بختِك يا ستي ده أنتِ single ومبسوطة. ف فدي الأسباب اللي خلّتني فعلًا أتكلّم وأقرّب أكتر للحتّة دي. فبجد أنا بابقى حاسة إن أنا عندي واجب إني أقول لكل بنت: انبسطي بحياتِك، انبسطي بحياتِك وأنتِ single، وإن الجواز مش هو الهدف اللي أعيش عشانه حياتي. بُصّي على النِّعَم بجد اللي في إيديكِ، ما تخلّيش شيطانِك واللي حواليكِ يضغطوا عليكِ في حتّة يخلّوكِ بجد مش باصّة من حياتِك غير على خُرم إبرة، مش شايفة منّه غير الجواز وبس، مش شايفة منّه بجد غير إنه أنا عايزة أتجوّز وبقية حياتي كلّها بايظة. مع إن بجد إحنا الحمد لله حياتنا فيها نِعَم كتير، even حتى إن في ضغوطات وفي مشاكل وحاجات، بس حاسة إنه زي مثلًا ما بيقولوا للبنت اللي متجوّزة إن الجواز محتاج تبذلي مجهود عشان تفهمي شريك حياتِك، وعلشان حياتِك تبقى حياة سعيدة، فابذلي مجهود عشان ده. فباحس إن إحنا كمان كبنات، أنتِ كمان حياتِك تستحق إنِّك تبذلي مجهود علشان تكوني سعيدة فيها. دوّري إيه الحاجات اللي بتخلّيكِ سعيدة، ما تقوليش أنا أصلًا مش عارفة وحياتي بايظة. جرّبي، ما تجرّبي، ما تقوليش لأ من غير ما تجرّبي. جرّبي تدوّري إيه الحاجات اللي بتخلّيكِ سعيدة، جرّبي تنزلي بجد وِرَش تتعلّمي فيها حاجة حتى لو هي الحاجة دي مش من اهتماماتِك. جرّبي ما تقوليش أصل أنا ما باحبش أروح لوحدي.
جرّبي تنزلي حاجة لوحدِك، مش هاقول لِك جرّبي تسافري لوحدِك وكده لو أنتِ ده مش متاح بالنسبة لِك هتقولي هاسافر إزاي أهلي مش موافقين والفلوس وكده، لأ، انزلي ورشة بسيطة، ورشة يوم واحد لوحدِك ما تستنيش حد من صحابِك يبقى فاضي، لو في حد من صحابِك يبقى فاضي خير وبركة، طب ما فيش، جرّبي تنزلي لوحدِك بجد هتتفاجئي إن تقريبًا الworkshop كلّها بنات جاية لوحدها أو ناس جاية لوحدها وكلّهم عايزين يتعرّفوا على ناس تانية، فبجد هتتبسطي، هتعملي حاجة بتحبيها، هت هتتعرّفي على ناس جديدة، هتشوفي ناس تانية، هتشوفي جوانب تانية من الحياة أنتِ حاشرة نَفْسِك في حتّة صغيّرة جوّه أوضتِك، مش متخيّلة إن الحياة فيها حاجات تانية كتير وفيها ناس تانية ممكن تكون بتفكّر زيِّك، ممكن ما تنبسطيش أصلًا وما تعجبكيش الحاجة دي، فتعرفي إنه أنتِ مش طريقِك ده، فتجرّبي حاجة تانية. أنتم عارفين إن أنا في مرّة جرّبت كنت في عيد ميلادي وقبلها كتير قعدت أقول إن أنا حابة أروح ملاهي، عايزة ألعب وأصرّخ وانبسط، وقُلت لكذا حد سواء إخواتي أو صحابي إن أنا عايزة أعمل ده وما حدش خَد الموضوع باهتمام أو ما حدش كان فاضي، وجيت قررت إن أنا بجد مش هاستنى حد وهاجرّب، أنا عارفة إن الملاهي محتاجة حد تشاركيه، محتاجة أمّا تلعبي يبقى معاكِ حد بتنبسطي معاه، بس مش لاقية ده متاح، قُلت طَب أمّا أجرّب أروح لوحدي، حتى لو ما انبسطتش خلاص عادي، هيبقى أنا خلاص ما انبسطتش لوحدي، وجرّبت بجد ونزلت وخرجت لوحدي ورُحت ملاهي وصوّرت ولعبت، حتى كنت منزّلة فيديو عن الموضوع ده، أنا بجد انبسطت جدًا، فوق ما كنت أنا متخيلة إن أنا هانبسط، وروّحت بvibes مختلفة وبقى عندي كده طاقة وحياة لذيذة. فبجد جرّبي، جرّبي مش هتخسري حاجة، جرّبي تخرجي يوم تاكلي أكلة حلوة، تخرجي يوم تعملي حاجة حلوة جرّبي أنتِ في بيتِك تعملي في أوضتِك quality time لحاجة بتحبيها، اعملي vibes حلوة لنفسِك، جرّبي تتبسطي بأبسط الحاجات، افتحي فيلم بتحبيه أو فيلم أول مرّة تشوفيه وجرّبي تتفرّجي عليه لوحدِك وشوفي هتحسّي بإيه، بجد أكتر حاجة بابقى نِفْسي فيها إننا نعرف نبسط نفسنا بالمتاح في إيدينا. وتبقي متأكدة إن كل واحدة بتبقى عندها حاجة ناقصة في حياتها، إنه ممكن تكوني أنتِ باصة على حياة البنت اللي هناك دي وشايفة إنها عايشة أسعد حياة، حتى لو متجوزة والله العظيم أنا أكيد مش محتاجة أحلف لكم، أكيد شايفين صحابكم المتجوزين حواليكم حياتهم عاملة إزاي، هل هي حياة سيئة 100%؟ لأ، فيها جانب حلو، بس فيها جوانب برضه وحشة، فيها حتت هم حاسين فيها إنها ناقصة. فما فيش إحنا يا جماعة عايشين في الدنيا، إحنا مش في الجنة، فكل حياة إحنا عايشينها فيها حتّة ناقصة، فما تفضليش أو ما تخلّيش شيطانِك ما يخلّيكيش تشوفي غير الناقص بس، ما تخلّيش شيطانِك يصوّر لِك إن الناس كلّها حياتها حلوة وأنتِ الوحيدة اللي حياتِك وحشة، كلّنا حياتنا فيها حتّة ناقصة، اتبسطي بجد بالمتاح، عارفين ليه بقى باقول دايمًا ده؟ لإني باحس إن اللي مش بينبسط بالمتاح لمّا ييجي له الحاجات اللي مستنياها، يعني لمّا ييجي لِك الجواز مش هتنبسطي فيه برضه على فكرة، مش هتبقى دي أسعد أيام حياتِك حتى لو اتبسطتِ كام يوم، أسبوع، شهر، سنة، بجد هتعيشي بقية حياتِك باصة بس على الحتة الناقصة اللي في حياتِك، فباحس إن الموضوع ده هو concept في دماغنا، أنا لو عرفت أتبسط بنفسي لوحدي، بصحابي الموجودين حواليّا، بالحاجات القليلة اللي في إيديّا بالavailability بس المتاحة ليّا، أنا هاعرف أنبسط لمّا ييجي لي الجواز، ولمّا ييجي لي الحب، ولمّا تيجي لي حياة تانية فيها على فكرة عيوب تانية وفيها مشقات تانية، بس أنا هاعرف أتبسط بيها، هاعرف أبُص على الجانب الحلو في جوزي ده، هاعرف أبُص على الجانب الحلو في الجواز، هاعرف أبُص على مش بس مسؤولية الجواز والحياة والعيال والراجل ده فيه عيوب، هاعرف أبُص على الحلو وأعرف أبذل مجهود عشان أتبسط بيه، فباحس إن دي كده concept لازم نتعلمه، ما تقوليش أنا ما باعرفش، اتعلمي. ابذلي مجهود عشان حياتِك، ابذلي مجهود عشان quality time حلو لنفسِك، مع نفسِك ومع أصحابِك ومع اللي حواليكِ. عارفة إن في ناس هتقول لي: "هو أنتِ بقى بتشجعي البنات يعيشوا لوحدهم؟" لأ والله أنا مش باشجع ده أبدًا، بالعكس أنا نفسي باقول إن أنا كمان عايزة أتجوز وعايزة أعيش حياة مع شريك حياة نتشارك مع بعض، بس أنا باشجع إن إحنا نعيش حياتنا أيًا ما كان الظروف اللي إحنا فيها نعيشها مبسوطين، أيًا ما كان الوضع اللي أنا فيه دلوقتي أعيشه مبسوطة، أعيش وأنا single مبسوطة وأعيش وأنا متجوزة مبسوطة، أعيش في حياتي نفسها باجرّب أتبسط، باجرّب أستمتع بيها،
حتى فيها مشاكل، فيها عيوب، فيها حاجات، أوكي، هاعيش على قد بس المشكلة دلوقتي، مش هاعيش المشكلة وأكبّرها وتبقى هي دي أكبر حاجات في حياتي أو مشاكل حياتي ما لهاش حل، لا يا جماعة والله، الحياة بجد أبسط بكتير من كل اللي إحنا بنقعد نعقّده في دماغنا. هل أنا حياتي ماشية أسعد حياة في الدنيا؟ لأ والله، في بجد مشاكل كتير، وفي حاجات كتير ناقصة، وفي حاجات كتير باعاني منها، بس أنا باعرف أبُص على الحتّة الحلوة اللي عندي، باعرف باعرف أمتن لربنا على الحاجات النِّعَم اللي فيها مهما كانت بسيطة، كفاية نعمة إن أنا بصحتي، بجد الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله إن إحنا بنشوف يا جماعة، الحمد لله إحنا بنتنفّس، بناكل بسهولة من غير مشاكل في حاجات. إحنا بجد لو دخلتِ أي مستشفى هتاخدي نَفَسِك كده وتقولي ياه! الحمد لله بجد الناس دي عايشة إزاي، وعايزة أقول لِك إن الناس دي بيبقى عندها رضا. في ناس بتبقى عندها مشاكل كبير أوي وعندها رضا مش طبيعي، فباحس إن الرضا ده هو نعمة، هو نعمة بجد ادعي ربنا يبقى يرزقنا الرضا والاستمتاع بأدق التفاصيل. مش عارفة، حاسة إن أنا رغيت كتير، بس حاسة برضه إن أنا كنت محتاجة إن زي ما باعمل reels صغيرة، ساعات باحس إني لأ، محتاجة أتكلم أكتر شوية، زي ما قررت فجأة أعمل content وحطيت الكاميرا واتكلمت، فأنا النهارده كمان ما أعرفش حسيت فجأة إن أنا محتاجة أتكلم أكتر شوية من إني أعمل reels صغيرة، يا رب الكلام ده يكون مفيد لحد أو يلمس حد. و وبجد أنتم اللي بتشجعوني إن أنا أتكلم أكتر كل ما بالاقي feedbacks، يعني زي ما باشوف comments سلبية، بجد أنا عندي في الDMs بتيجي لي كمية messages من بنات بتقول لي شكرًا، وبتقول لي وبتحكي لي حاجات عنها، وبتشاركني كمان تفاصيل عنهم، ودي بجد حاجة بتسعدني جدًا. ف زي ما أنتم شايفين كده قررت أعمل حلقة طويلة كده وأرغي فيها معاكم، يا رب أكون قدرت أوصّل اللي في دماغي، وقدرت أوصّل أفكاري ليكم، وتكونوا استمتعتوا بالشوية دول. قولوا لي رأيكم، وهاقول زي كل الناس اللي بتقول على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، و شاركوني عجبتكم الحلقة والّا لأ، وحابين نتكلم في مواضيع أكتر عن إيه، وهل حابين أصلًا الحلقات الطويلة دي والّا خلّينا في الreels القصيرة؟ وشكرًا لو وصلتوا لحد اللحظة دي. باي باي.